السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله، السلام على أنصار الله، السلام على جند الله. وأنا في هذا التوقيت وبرغم ما أعانيه من بضعة تقلقات، بضعة أوجاع، بضعة اعتداءات سأقول لكم أنها شيطانية. الكثير والكثير ممن يتابعني وهم من المختصين في الفيزياء، في الطب، في الهندسة، في العلم والعلوم، في الفلك، وفي عديد النظريات، سأقول لكم مبدئيا وأني في الأيام الأخيرة أحسست ببضع من الضيق والعوارض الغير اعتيادية على جسم الإنسان. فأنا بشر مثل سائر البشر، إنسان عادي مثلي مثلكم. فهذه العوارض التي استغربتها وهي غريبة عني في هذه الأيام، قلت في نفسي لعلها تكون بسبب تعرضي لبضعة الأشياء، مثل العدوى، مثل الفيروسات، الميكروبات، الجراثيم، الحشرات مثلا. وكذلك كسائر الناس التجأت إلى ذوي الاختصاص لأرى ولأعلم ما سبب هذه العوارض التي أعانيها، وهي في الحقيقة عوارض غير اعتيادية. لم أعيش هذه العوارض منذ قبل. فبما في هذه العوارض أن هناك ضغط مرتفع للدم، ارتفاع في ضغط الدم. نعلم حقيقة وأن الشيطان كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأن الجن والشياطين والقرين الموجود في داخل الإنسان يجري مجرى الدم في عروق الإنسان. لكني مع ذلك أنا ذهبت لذوي الاختصاص. كانت هنالك أخت طبيبة مختصة في القلب والشرايين، فالتجأت إليها وسألتها أن تقوم بفحوصات لي حتى تتبين ما هو السبب في هذه العوارض الغريبة. ففي آخر المطاف أكدت لي وأن جسمي سليم، وهذه العوارض غريبة نوعا ما، لكن لا بد من مواصلة الفحوصات والتحاليل وما إلى ذلك. أنا أعلم هنالك أيضا من الأطباء من هو أكثر من أنه صديق لي، هو أصلا أعتبره كمستشار لي وألتجئ إليه، مختص في طب الأعصاب وطب لا أريد أن أقول أنه مختص في الطب النفسي، لكن حقيقة هو يجمع بين الطب النفسي والطب العصبي. فأكد لي في آخر المطاف وأن جسمي سليم، ولكن ربما أني تعرضت لبضعة من ما تسمى العدوى من جراثيم أو من ما إلى ذلك، أو أني تعرضت لفترة من الضغط أو اكتئاب أو القلق. وهذا في الحقيقة لم يحصل لي في الأيام الفارطة أبدا، فكانت حياتي طبيعية وعادية جدا. لكني في نفس الإطار وفي هذه الأيام رأيت رؤى من الله سبحانه وتعالى يعلمني فيها حقيقة وأن الأمر يتعلق بالسحر
ها هنا سأفرق بين ما يقوله الأطباء والأخصائيين والدكاترة، وهم ذوي شأن يعني ومتضلعين في اختصاصاتهم بدرجة كبيرة وكبيرة جدا، نعم. ولن أخلط بين ما يقولونه وبين ما هو في علم النفس البشرية، ما تعلمت من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فكانت الرؤى تأتيني على أساس وأن هنالك من يكيدون كيدا، من يستعملون أسحارا. فمثلا أراني الله سبحانه وتعالى أن هنالك أشخاص بعينهم ذوي قدرات في السحر والشعوذة واعتماد الطاقات الطيفية والطاقات الشيطانية والجنية أساسا. فهم يعتمدون مما نسميه مثل هذا الشكل. هي عبارة عن مربعات يجعلون فيها طلاسم من هنا وهنا 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 وهنا، وهذه الطلاسم يعتمدونها شفرات للتحكم في الأطياف الضوئية، الأطياف النارية، والتي هي أساسا أطياف شيطانية جنية أبالسة. فبهذه الطريقة هم أصلا يعملون مثل هذه الجداول ليسخرون لأنفسهم ويسخرون لأوامرهم هذه الطاقات الشيطانية والطاقات الجنية حتى يأتمروا بها، ما يسمى الشفرات الطاقية، الشفرات الجنية، الشفرات الشيطانية أصلا. هذه من أساليب السحرة. لكن ما هو يعني أقوى درجات ما نسميه التكييف والإخضاع لهذه الطاقات، يعتمدونها بضعة من البشر المخلوقات الإنسية وهم السحرة أساسا، يعتمدون هذه الأساليب لكي يعطوا لتلك الطاقات الشيطانية والجنية أوامر يتقيدون بها. لكن إذا ما عجزوا عن اعتماد هذه الأساليب في تلك الطلاسم، ما يسمى الطلسم، فهم ماذا يفعلون؟ إذا أنهم أرادوا من شخص ما أن يتحكموا فيه، فلا يستطيعون أن يعتمدوا الطاقات الجنية والشيطانية مثل العفاريت من الجن، والذين هم أقوياء، أقوى من غيرهم من الجن. عندما ييأسون حقيقة يلتجئون إلى العدو الأول للإنسان، العدو الأول وهو إبليس لعنة الله عليه. فماذا يفعلون حقيقة؟ يلجؤون لهذا الكافر بنعمة ربه سبحانه وتعالى والذي جدل الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أنا أقول أن إبليس في حد ذاته هو يؤمن بالله، يعرف الله سبحانه وتعالى، فقد تحدث مع الله وجادل الله سبحانه وتعالى وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، حتى أنه في قسم واحد أقسم به إبليس الملعون المطرود من الجنة عندما رفض السجود لآدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس لعنة الله عليه هذا العدو الأول لآدم وذرية آدم هو في الحقيقة مخلوق من نار، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وليا من دون الله؟ لا، الله يقول لك لا تتخذ الشيطان
وإبليس وذرية إبليس أولياء من دون الله، من دون الرحمن. فهذا الذي جدل الله سبحانه وتعالى وعصى الله وتحدى الله سبحانه وتعالى أقسم بعزة ربه سبحانه وتعالى، بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ماذا يفعل السحرة أحيانا عندما يعجزون في إخضاع شخص أو سحره أو تطويعه أو إلحاق الضرر به أو إيذائه؟ هذا الفعل الذي يفعلونه يصل أحيانا، وفي عديد الأحيان حقيقة، أنه يتسبب في موت الكثير من الناس وفي وقوع عديد الجرائم الشنيعة والشنيعة جدا. فما يفعله السحرة والمشعوذين وأتباع إبليس والشياطين في الحقيقة هي جرائم في حق البشرية، في حق الإنسان، في حق المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فكرمه. ففي آخر المطاف عندما يعجزون عن مقاومة هذا الشخص ماذا يفعلون؟ يلتجئون إلى هذا الملعون إبليس، فيطلبون منه شفرة هي تسمى شفرة القرين. الكل يعلم، وسنأتي على موضوع الحلقة في حقيقة، يعني لأن الكتابة على السبورة أنتم قرأتموها، لكن سنأتي عليها. لكن قبل ذلك سنتحدث عن الشفرة، وهي ما تسمى مثل ما أنت عندك شفرة على هاتفك، أو شفرة ولوج لمنظومة معينة، أو رقم سري أنت تحتفظ به، أو عبارة أو مقولة أو أنت تعتمدها كسر في التخاطب، ما تسمى الشفرات. يعني أننا نتحدث حتى في الحروب، أصلا في الحروب يعتمدون نوعا من الشفرات والألفاظ وطرق التخاطب تكون سرية. فلكل إنسان قرين. مثلا أنا مثلكم تماما كإنسان، عندي روح من الله سبحانه وتعالى، نفخة من الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى جعل في داخلي قرين شيطاني أيضا في سلالة من طين. النفخة من الله نون، والفجور الشيطاني وهو القرين في سلالة من طين نون فا سين، يعني نفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليجعله خليفة له في الأرض. ثم أن حكمة الله سبحانه وتعالى في الكون وفي الحياة وفي الخلق، يخلق ما يشاء ويختار. ولأن تستمر الحياة في الكون كله، يعني لأن يجعل الله سبحانه وتعالى من نفسه العلية الطاهرة الكبيرة العظيمة خلاقا مبدعا، فيخلق متضادات. وفي سلالة من طين التي خلقنا الله فيها سبحانه وتعالى، خلقنا منها من صلصال من حمأ مسنون من طين، جعل في داخلنا نفخة من روحه العزيزة الطاهرة القوية، وجعل أيضا في هذه السلالة، في هذا الجسد، تركيبة شيطانية جنية اسمها القرين. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مسلمين أو مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى بحكمته خلقنا في صراع بين هذا القرين الشيطاني وهذه الروح نفخة من الله في سلالة مثل سائر السلالات الحيوانية والنباتية وغيرها. فنحن سلالة من السلالات، خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سلالة مثل عديد السلالات الأخرى. لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ولحكمة هو يعلمها جعلنا مخلوقات نتكلم، نفكر،
ذوي عقول، ذوي تفكير، ذوي طاقة، وذوي قدرة على الابتكار والخلق والإبداع، على أن نقدم وأن نفعل أشياء وأن نتطور مثل الأمم الخالية. هذه حكمة الله. من ذا الذي يستطيع أن يجادل الله في حكمته وفي خلقه؟ لا، نحن نذهب لأن نفهم، لأن نعلم ما الغاية من خلقنا وخلق آدم وزوجه، وأن ينزلوا إلى الأرض. هنالك من قال الحياة الدنيا هي في الحقيقة حياة دنيا سفلى، كما يقول سبحانه وتعالى: أسفل سافلين، جعلناه أسفل سافلين، يعني أنه خلق الإنسان ثم نزل به إلى الحياة الدنيا، إلى أسفل السافلين. نحن في الحقيقة نعيش في أسفل الطبقات وأسفل العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فنحن ها هنا في دار الامتحان، في دار الصراع بين بعضنا بعضا كأناس، وبيننا وبين عوالم الجن والشياطين وعوالم أخرى أيضا خلقها الله سبحانه وتعالى من حيوانات ودواب ومخلوقات أخرى لم نتحدث عليها، وليس من المجدي أن نتحدث فيها. كما خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة وجعلهم في تلك المراتب، هم في مراتب متفرقة، نعم، متصاعدة من الأسفل إلى الأعلى. فعندما نتحدث عن جبريل وميكال هم ملائكة الرحمن المبشرين وهم في أعلى المراتب، لكن هنالك ملائكة آخرين هم في أقل المستويات وهم من فيهم بيننا أساسا. ليس هذا موضوعي بالأساس اليوم، لأني في الحقيقة توكلت على الله لأن أقدم هذه الحلقة حتى أن عديدا من الناس تفهم أسباب الأمراض. كيف تمرض أنت؟ كيف يصيبك المرض؟ كيف تتعكر حالتك الصحية؟ أحيانا العديد يسأل: كيف يخلق هذا معاقا، أو ينقصه أعضاء، أو فيه أعضاء يعني فاسدة لا تؤدي وظيفها، ويخلق هذا سليما؟ تلك حكمة الله، وسنأتي رويدا لنفهم الموضوع. لكن موضوعنا اليوم حقيقة، وأنا في هذه الحال التي أنا أجتهد حقيقة لأقدم شيئا ما في هذه الحلقة يكون مفيدا لكم ومفيدا لي بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة أخواني في الله وأخواتي في الله، أن السحرة ومفهوم السحر الذي لا يؤمن به العديد من العلمانيين الذين يبحثون في المادة، البروفيسورات والدكاترة والعلماء والباحثين، هنالك العديد فيهم لا يؤمنون بما يسمى الميتافيزيقا، ما وراء المادة، أنه ليست هناك طاقات أخرى، بل كل شيء مرتبط بالمادة والبحث متركز أساسا على المادة. لكن الله سبحانه وتعالى عندما مررت هذه الأيام جاءتني رؤى بأن هنالك من فعل لي هذا الشيء، ثم إذ أنه لم ينجح كثيرا وأحسست بالتعب حقيقة، فهؤلاء السحرة والمشعوذين آخر شيء عندهم أن يفعلوه هو أن يتصلوا بشخص إبليس الملعون. لماذا؟ يطلبون منه، من الملعون، المنظر إلى يوم الدين، إلى يوم الوقت المعلوم. يطلبون منه، يقولون له: هذا الرجل أو هذه المرأة عجزنا عن الوصول لها وتسخير تلك الطاقات الجنية وحتى العفاريت، فهل لك يا إبليس أن تعطينا شفرة
وطريقة الوصول إلى قرينه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في داخله، حتى نعتمد هذا القرين الذي هو في داخل ذلك الرجل أو تلك المرأة لنأمره، لنخضعه، لنجعله يفعل ما نريد. فإبليس الملعون لعنة الله عليه يعطيهم شفرة ذلك القرين، قرين ذلك الرجل أو تلك المرأة تحديدا، يعطيهم هذه الشفرة ويقول لهم هذه هي شفرة قرينه فاستعملوها. فيعتمدون تلك الشفرة، وهي عبارة عن طلاسم واسم معين. أنت مثلا اسمك طارق، محمد، سليمان، موسى، عيسى، إبراهيم، أي اسم يكون عندك. فهذا القرين الذي هو في جسدك، نعم، ودائما في جسدك إلى أن يتوفاك الله، فهو يكون من المحضرين، هو يكون من المحضرين. الملائكة لا تقتل ولا تتوفى ذلك القرين الشيطاني أو الجني، هي تحضره، تأخذه، تسلسله، تغله. لذلك الله سبحانه وتعالى في الشياطين والجن يقول من المحضرين. أما بالنسبة للإنسان والروح فيقول سبحانه وتعالى يقبضها، فتقبض الروح إلى خالقها، الروح تقبض إلى خالقها. لكن إجمالا بين ما يسمى قرينا شيطانيا يتم إحضاره، أخذه أخذ عزيز المقتدر، يعني يقع جلبه وأخذه إلى مكان معين في انتظار الحساب. الروح يقبضها سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لذلك القرين الشيطاني، الجسد الأثيري الطيفي الناري، وتلك الروح التي هي نفخة من الله سبحانه وتعالى، فهي تشكل النفس في ذلك الجسد. فالله يقول سبحانه وتعالى عن النفس بطميمها ورميمها، ذلك القرين الشيطاني وتلك الروح ماذا يسمي ويطلق ككلمة تعني الوفاة أو الموت، يقول القبض. الله يقبض الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فبالنسبة للروح الله يقبضها قبضا لأنها من الله وتعود إلى الله. أما بالنسبة للشياطين، الشيطان القرين الموجود في جسد الإنسان في هذه السلالة، فالله يتحدث عنهم إنهم لمحضرون وأحضرت الأنفس الشح. الإحضار أي أنهم يقع القبض عليهم ويؤخذون إلى مكان محدد في انتظار الحساب. هذا هو مفهوم النفس البشرية، متكونة من نفخة من روح الله سبحانه وتعالى وهي الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والقرين قال إنه كان لي قرين. فالقرين يكون من المحضرين، يؤخذ إثر الموت أو الوفاة أو القبض، يقبض عليه فيحضر. ليس هنالك وفاة للروح، الروح لا تموت. والقرين يقع إحضاره وجلبه مغللا، مغلولا، مسلسلا، مقيدا،
مقبوض عليه، هي عملية إحضار. لكن السلالة من طين فهي تعود إلى الأرض وتضمحل في الأرض، تتحلل، الجسد يتحلل. هنا أنتم علمتم تركيبة النفس البشرية. فأنا شخصيا عندما أعاني شيء من الأعراض وأتعب أو أمرض كسائر الناس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة من الواقعات يعني هنالك أحاديث تقول أنه وقع سحره أو تسليط السحر عليه بالعقد. وهذه الحادثة هي حقيقية. هنالك من يكذبها يقول لا، كيف سحر رسول الله؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا له سحرا من لبيد بن الأعصم اليهودي، وعمل له عقد ووظف عفاريتا من الجن حتى أنها تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه من ذلك. وجعل الله سبحانه وتعالى تلك الحادثة بتنزيله سورتي الناس والفلق، ذلك لتعلم الناس أن هذه الأفعال من السحر هي حقيقة موجودة يعجز فيها الأطباء. لكن مؤخرا في بحوث كبيرة لعلماء النفس والأعصاب وعديد العلماء تبين لهم وأن هنالك طاقات طيفية غير مرئية واعية، يعني أن هنالك طاقات وأجسام أثرية، أجسام ليست مادية، هي أجساد كما نقول أثرية، مثل الذبذبات، مثل الإرساليات، هي أجساد ذبذبية طيفية. لكن العجيب في الأمر أنهم اقتنعوا أنها أجساد لا ترى ولا تلمس، لكنها واعية، عندها وعي، وعندها أيضا طريقة في التعامل معها. كيف ذلك؟ بماذا؟ بشفرات، بآليات وطرق فيزيائية غير مرئية وغير ملموسة وغير محسوسة. هنا اعتراف واضح من علماء النفس، علماء الأعصاب، علماء الفيزياء، أن هنالك حقيقة وجود لأجسام وهي مخلوقات أساسا، هي بالأساس تخضع لشفرات معينة. أعطيك مثالا بسيطا. أنت عندما تبعث إرسالية من هاتفك إلى هاتف صديقك إلى هاتف آخر، فتلك الإرسالية تخرج من هاتفك أنت وتتصل بذلك الهاتف بذلك الرقم، لا تذهب لأرقام أخرى إلا من أراد أن يستحوذ عليها كشركة الاتصال أو ما إلى ذلك فيعلم ما فيها. ذلك هو ما نتحدث عنه، عن الشفرة، شفرة القرين، شفرة القرناء للناس من يعلمها، من يعرفها، من سبق له العلم بها قبل أن يخلق آدم عليه السلام. لأنكم تعلمون جيدا وأن إبليس والجن كانوا في الجيلان وكانوا موجودين قبل خلق آدم عليه السلام. فإبليس لعنة الله عليه كان يعرف الجن الذين هم معه في الجنان، وحتى أبنائه هو شخصا بأسمائهم، ما تسمى أسماء الجن. الأسماء، كل جني شيطان كان أو جني أو حن أو بن أو ما كان من أنواع تلك المخلوقات الطيفية التي لا نراها ولا نلمسها ولا نحسها إلا إذا فعلت فعلا يكون ماديا أو على المادة.
له مسمى من المسميات، فكل إنسان عنده قرين، هذا القرين عنده اسم ومسمى، عنده اسم منادات تناديه به، وعند هذا القرين أيضا لقب وطريقة في استدراجه، كما أن لك تماما اسم ولقب ورقم بطاقة هوية، وعندك عمل تقوم به وتتلقى الأوامر من رئيسك المباشر: افعل كذا تفعل كذا، اعمل كذا تعمل كذا. هذا تماما في عالم الجن. فهؤلاء السحرة والمشعوذين في آخر المطاف عندما يعجزون أمام إنسان يكون طاهرا نقيا قريبا لربه سبحانه وتعالى متقربا من ربه، لا يجدون له أي طريقة للولوج إليه لإخضاعه أو إيذائه أو عمل أي عمل بالسحر ضده وفيه. ماذا يفعلون؟ يذهبون لأخذ تلك الشفرة الجنية، الشفرة الشيطانية. وبذلك ماذا يفعلون حقيقة؟ وإن أطلت عليكم واعذروني في هذا الموضوع، يستجلبون ذلك القرين الشيطاني الموجود في جسد ذلك الإنسان خلال نومه، فيسألونه ويعلمون منه معلومات، ثم يعطونه الأوامر طبقا للشفرة التي يحملها والتي أخذوها من إبليس الملعون، ليحملوه على فعل ما يريدونه. فعندما يعود لجسد الإنسان، والله سبحانه وتعالى خول لهذا المخلوق الطيفي أن يكون دائما موجود في جسد الإنسان، فيفعل ما يؤمر به. نعم، ذلك تحت إمرة إبليس الملعون اللعين نفسه. وبذلك يكونون قد فعلوا سحرا عظيما. هذا السحر وهذه الأنواع من السحر هي أعظم أنواع السحر، وهي تسمى الكبالة. هي أساسا في المفهوم العام للسحرة، نعم، هي اسمها السحر الأسود، السحر الظلامي، ما يسمى الشعوذة الظلامية. لذلك أحبابي في الله، لا تتعجبوا ولا تستغربوا من أن أي إنسان كان له قرين أن يعتمد السحرة والمشعوذين ذلك القرين، ذلك الجسد الأثيري وهو الموجود في داخل الإنسان، حتى يطوعوه كما يريدون، مثل ما يريدون من خلال مثلا حقن الناس بشرائح تسمى الشرائح البيولوجية، حتى أنهم عن بعد يتحكمون فيها وكذلك. لذلك موضوع هذه الحلقة بإيجاز هو انهيار الدجال والشيطان. كيف سينهار الدجال قريبا إن شاء الله في السنوات القادمة، والشيطان وإبليس كيف انهيار مملكتهم التي تربعوا على عرشها منذ عشرات السنين ومئات السنين. كيف؟ نعم، فنتحدث عن الرمق الأخير للشيطان والدجال، ثم أننا سنتحدث عن الحرب الأخيرة وما كنت أحدثكم به عن السحر والكبالة. نعم، لذلك نحن في مقولة الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. كيف تجاهد وكيف تحارب؟ ما هو سلاحك؟ هو القرآن العظيم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. نتحدث اليوم أصلا عن بطلان النفاثات في العقد. نعم، والعقد
والغاسق إذا وقب. كيف سيبطل الله سبحانه وتعالى بكتابه وبآياته وبكم أنتم وبالأنفس البريئة وبالأنفس الطواقة لربها والمجاهدة في سبيل ربها بنبرات، بكلمات، بترددات، بسلاح القرآن العظيم؟ كيف يكون بطلان النفاذات في العقد والغاسق إذا وقب؟ نعم، كيف تتحدى وتحارب الغاسق إذا وقب؟ ما هو الغاسق إذا وقب؟ ما هي النفاثات في العقد؟ عصر الطاقة النورانية. نحن من بداية هذه القناة ومن قبلها وبعلماء وبداعين إلى الله سبحانه وتعالى وبأناس دعوا إلى الله وإلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلموا الناس كثير وكثير من الأشياء في الرقية، في الحرب الأثرية. نعم، اليوم نفهم حقيقة لماذا جعل الله سبحانه وتعالى أولئك الشيوخ، أولئك العلماء، أولئك الناس الذين يدعون إلى ربهم والذين ينصحون الناس والذين يرقون الناس. ليس كلهم في الحقيقة، هنالك العديد والعديد فيهم هم متخرجون من كليات الدجال ومدارس الدجال ومعاهد الدجال، ذلك ليضربوا الدين الإسلامي في عمقه وفي قلبه. لا، لكن نحن نتحدث عن الناس التي تدعو إلى ربها والتي هي في الحقيقة تساهم في بقاء، وجعلهم الله سبحانه وتعالى حافظين لكلامه وكتابه في صدورهم. نعم، وهم أصلا قاوموا منذ مئات السنين وعشرات السنين، أولئك الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا ليستمر الدين ولتستمر الحقيقة، حقيقة الحرب. المحاربين الكبار أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ستضحكون والعديد سيضحكون عندما نتحدث عن أولياء الله الصالحين الذين في يوم من الأيام وأنا جامعي أصلا، وأنا أتحدث بعلم وبمعرفة وعندي اختصاصات كثيرة درست فيها ولي علاقات بدكاترة وأساتذة كبار من جميع المستويات ومن جميع أنواع العلوم. أصلا أتحدث عن أولياء الله الصالحين. نعم، وأتحدث عن القباب النورانية، نعم، والخيام النورانية، وعن كلام الله، وعن الحرب الكبرى والحرب منذ الأزل. كيف كان أولياء الله سبحانه وتعالى يحاربون أعوان الدجال وأعوان الشيطان. نعم، كانوا يحاربون بعلم ويؤسسون نعم جنودا يعلمونهم ويحفظونهم كلام الله سبحانه وتعالى. اليوم ستعلمون الحقيقة في عصر الطاقة النورانية. نحن في الحقيقة هذه الأيام ومنذ سنة وأكثر من السنين نحن نعتمد الطاقة النورانية، لا نعتمد الطاقة النفاثة، طاقة الصواريخ وطاقة الطائرات وطاقة البحار والغواصات والسفن وما إلى ذلك. هي طاقات نفاثة، هي كلها طاقات نفاثة تعتمد على الدفع النفاث، حتى إذا ما تجاوزوا الغلاف الجوي لا تنفعهم تلك الطاقة النفاثة، لا تنفعهم تلك الطاقة النفاثة، لا تنفعهم إلا ما تحت الغلاف الجوي. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى للمؤمنين والمسلمين والربانيين نعم ما تسمى الطاقة النورانية، التي سندخل الحديث في آليات استعمالها وتحدثنا في القليل منها. الطاقة النورانية، الطاقة الربانية، طاقة الله سبحانه وتعالى التي إن منحك إياها كما أعطى لسليمان عليه السلام تلك الطاقات، ولذو القرنين وغيره وغيره وغيره، ولموسى عليه السلام أعطاه تلك الطاقة النورانية في عصا فرقت البحر فجرت المياه. لا بد أن تعلم هذا، لا بد أن تعلم هذا. إذن فنحن ندخل عصر الطاقة النورانية قريبا ضد الطاقة الشيطانية، الطاقة النفاثة، ليبطل الله سبحانه وتعالى طاقة الشيطان والدجال.
لا يهمكم في من يكتسب القنابل النووية والصواريخ والعابر القارات والغواصات النووية ويهولون الأمر. لا يهمكم، لا يهمكم في شيء. لماذا؟ لأن تلك الترسانات كلها مبنية على الطاقة النفاذة. الطاقة النفاذة، وهم لا يعلمون أصلا الطاقة النورانية التي هي أضعاف 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 50 مرة بسرعة الملائكة، أقوى من الطاقة الشيطانية النفاذة. سنتحدث عن بداية فيزياء الكم النوراني الخفي. فيزياء الكم، كوانتم. فيزياء الكم النوراني بقدر ما أنت تتشبع بالطاقة النورانية. كيف تستطيع أن تصل بعلمك وما تعلمته في كتاب ربك من أوراد ومن أسرار وما إلى ذلك من كتاب ربك، كيف تكتسب الطاقة النورانية؟ نعم، سنتحدث عن فيزياء الكم النوراني الخفي الذي لا تراه، الذي لا تشاهده بعيناك. كيف يمكنك أن تصبح جنديا بطاقة نورانية؟ فيزياء الكم النوراني. هنا سنتحدث عن ترددات صوت الإله الأعظم، الله الله الله. الصوت، الصيحة، الصعقة، الترددات الصوتية الربانية الإلهية. كيف يمكنك الله سبحانه وتعالى إذا دعوته؟ لهذا أحبابي في الله، هنا سندخل مجال الحرب الكبرى ضد من؟ في الحقيقة أن العديد في أمتنا وفي العالم العربي يظنون أننا كأمة مستضعفة أمام أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وما إلى ذلك من الدول التي هي صنعت بالطاقة النفاذة، الطاقة الشيطانية، صنعت أسلحة دمار شامل، أسلحة نووية، كهرومغناطيسية، هيدروجينية وما إلى ذلك. الكل يتصور أنهم أقوى من أمة الإسلام. الكل يقول هم صنعوا الطائرات والتكنولوجيا والإنترنت وما إلى ذلك، ونحن باقينا أمة مستضعفة لا نملك شيئا. لا أحبابي في الله، هذه كلها بالنسبة لنا، بالنسبة للعارف بالله والعالم بأسرار كتاب الله، هذه عبارة عن ترهات. هذه حقيقة عبارة عن أساليب شيطانية يستعملونها لحكم العالم. لكن ما رأيكم أننا في القريب والقريب جدا الله سبحانه وتعالى إن شاء وأراد قريبا إن شاء الله سيمكننا مما هو أعظم، الطاقة النورانية، الطاقة الملائكية، الطاقة العظمى، الطاقة الربانية. العديد منكم سيسخر، والعديد فيكم، ليس الكل ما عدا الأحباب في الله، العديد من المتابعين سيقول أنت تهذي، أنت مجنون، أنت ساحر، أنت تعطينا زخرف والقول غرورا، أنت تفتح باب للجنة للناس المستضعفين والغافلين واليائسين. لا، أنا أقول لكم لا وألف لا. نحن رويدا سنكتسب الطاقة الكونية، الطاقة النورانية، الطاقة الربانية التي سيؤتيها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، نعم، ليرثوا الأرض ومن عليها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كيف سترث الأرض؟ كيف ستكون أنت
مستخلفا في الأرض. نعم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الوارثون. كيف سترث الأرض؟ بماذا؟ بطاقة، بقوة ربانية. هنا لا يمكنك أن تقول لي أن وعد الله غير حق. لا، بلى، وعد الله حق. الحقيقة سأختم بهذه المقولة، وأني تضرعت الله سبحانه وتعالى، وأنا عندي طريقتي الخاصة وأنتم تعلمونها، كيف أتضرع لربي سبحانه وتعالى وكيف أجد الإجابة. أجدها في رؤيا أراها فأفسرها وأعلم فحواها، أو أجدها في كتاب ربي سبحانه وتعالى بالاستخارة فأعلم ما الذي يجري. الحقيقة وأنه كل من دعا في سبيل ربي سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وبعلم ويرى الشياطين والأبالسة وأعداء الله سبحانه وتعالى من الإنس والجن يروا أن هذا الرجل يشكل خطرا عليهم وعلى دينهم في عبادة الشيطان والدجال، فهم يهاجمونه ويستعملون عديد الأساليب، لكن الله خير حافظا. الله خير حافظا. هذا أذان صلاة العشاء. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أقول لكم في هذه اللحظة التقانا في حلقات قادمة إن شاء الله، ولن أحدثكم عن أساليبهم كيف يستعملون حتى تلك الفيديوهات التي أنزلها حتى يقوموا بتلك الأسحار وتلك الشعوذة وتلك التقاليد الشيطانية الإبليسية ليوظفوا العفاريت من الجن والشياطين لاستهداف رجل ما ذنبه إلا أن يقول ربي الله سبحانه وتعالى. فوضت أمري إلى الله والله بصير بالعباد، فهو خير حافظا، وهو ربي وربكم أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.